الشخص اللي في الصورة قدامكم دوت اسمه إديسون، وأطلقوا عليه اسم المخترع عديم المنفعة. أول اختراع ليه معانا النهاردة هو عبارة عن قلاية زيت بيقدر إن هو يتحكم فيها عن بعد، بمعنى إنه لما بيرفع إيده لفوق النار بتعلى، ولما بينزل إيده النار بتهدى. ما تعرفش إيه الحكمة من اختراع زي ده؟ لو أنت شايف حاجة قولي في التعليقات. تاني اختراع ليه وده خاص بالسيدات اللي بتحب الميك اب والكريمات والحاجات اللي زي دي يعني. المهم بقى ان الاختراع دوت عبارة عن ايدين صناعي وفوقيهم فتحة بينزل منها الكريم، وبتكون السيدات قاعدة قدام الجهاز ده وبتقوم الايدين الصناعية بدهن وشها. والهدف من اختراع زي دوت ان في بعض السيدات ما بتحبش تلغوص ايديها. الاختراع التالت وده جهاز لغسيل الشعر، بتحط دماغك فيه ومسافة ما بيتملي مية يا اما بيكون غرقك او كتم نفسك. الاختراع الرابع وده عبارة عن حلقة مدورة بتحطها ورا دماغك وبتوصل أطرافها في بقك علشان تشد خدودك وتبان يعني إنك مبتسم قدام الناس اللي أنت مش طايقهم. بصراحة أنا عن نفسي عجبني الاختراع دوت علشان في ناس كتير في الحياة بتقابلنا وإحنا مش طايقينهم. أما الاختراع الرابع فده ملهوش أي وظيفة غير إن هو بس يأكلك عنب لو أنت بتتفرج على اليوتيوب على محمود مكرم. وفي النهاية أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، بس ما تبخلوش عليا بالاشتراك والشير واللايك. ما تنسوش كمان إن رأيكم في التعليقات بيهمني جدا قبل الكلام ده كله. بشكركم طبعا على دعمكم اللي فات. سلام.